السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهارده جاي اتكلم في فيديو مهم جدا. هو الفيديو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الالفاظ السيئة اللي احنا بنسمعها على التيك توك. في الفاظ خارجة جدا، في الفاظ مش كويسة. يا ريت يكون في رقابة وبصوا على اولادكم، لان بيبقى في اطفال بتبقى عايزة تتقمص الشخصيات اللي احنا بنسمعها على التيك توك. الاول كنا بنقول عبده موته اللي بيتقمصوا شخصيه عبده موته، لا دلوقتي بيتقمصوا الشخصيات اللي ألعن من عبده موته. دلوقتي بيقولوا اغاني، يعني اغاني سافله جدا، وتقولك اصل الاغنيه دي اللي نازله جديد. بصراحه بجد لازم يكون في رقابه شديده جدا ورقابه على التيك توك. وكمان خافوا على اولادكم، السايبرات دي مش امنه على اولادكم. السايبرات دي بيخشوا فيها بعض سايبرات بيشربوا فيها مخدرات، والاطفال بتبقى قاعده. الاطفال دي اللي هي بقى من سن كام؟ من سن 12 سنه، 14 سنه، 16 سنه. فبيشوفوا الشباب دي، فبيشوفوا الالفاظ بتاعتهم، عايزين يتقمصوا شخصيه الصبيان دي. كل واحد عنده اخ عايز يتقمص عليه الشخصيه، عايز يتقمص عليه الدور. فيا ريت يا ريت خلي بالكم من اولادكم. ويا ريت كل طفل معاه تليفون يا ريت تمسحوا التيك توك كده من عنده. التيك توك او بصوا هو بيتفرج على ايه، المحتوى اللي بيتفرج عليه. في محتويات كتير جدا على التيك توك مش كويسه، الفاظ خارجه، يعني الفاظ خارجه ما تتقالش. فخلي بالكم من اولادكم، بصوا على اولادكم. ويا ريت يكون في رقابه، يا ريت يكون في رقابه على السايبر. آه، السايبر ده ما بيبقى فيه سايبرات ما بتبقاش كويسه. انا ما بقولش على كل السايبرات، برضو في سايبرات بتبقى محترمه، في سايبرات مش محترمه. بيخشوا يتخبوا فيها عشان يشربوا فيها. فيا ريت يا ريت خلي بالكم من عيالكم، وبلاش السايبر اللي هيروح يا ريت تكوني انت عارفه السايبر اللي ابنك رايحه، ومتاكده منه ان السايبر ده كويس، ما بتخلوش شباب مش محترمه. آه، وخلي بالكم من عيالكم في الموبايلات. انا عارفه ان السن بيبقى من 12 سنه ل 16 سنه، ده بيبقى عايز من تليفون وعايز نت، ولو انت حتى ما عندكيش نت بيشحن الكروت عشان يخش يتفرج على التيك توك. التيك توك دلوقتي بقى فيه الفاظ سيئه جدا، الفاظ مش كويسه. بتبقى الصبيان عايزه تتقمص الشخصيه بتاع الاغنيه، عايزه تتقمص الدور بتاع كل كلمه في الاغنيه. فخلي بالكم منهم، وخلي بالكم من اللي بيتفرجوا عليه. وخلي بالكم الاول احنا كنا بنقول الاطفال بتتعلم قله الادب من الشارع، دلوقتي لا، الاطفال بتتعلم قله الادب من البيت، من التليفون، من التيك توك. فيا ريت تخلي بالكم من اولادكم، حافظوا على اولادكم وشوفوا هما بيتفرجوا على ايه. التيك توك فيه محتويات كويسه جدا، انا ما بقولش على التيك توك عامه المحتويات بتاعته كلها، لا، في محتويات محترمه، في محتويات ناس بتنزل اغاني محترمه، وفي محتويات مش كويسه. فيا ريت تخلوا بالكم. ويا ريت يا ريت التيك توك يكون عليه رقابه اكتر من كده على الحاجات اللي بتنزل. في حاجات بتنزل مش كويسه، والفاظ مش كويسه، وتعبيرات مش كويسه. يعني في تعبيرات بتنزل مش كويسه، وبيحطوا صور مش كويسه على الاغنيه اللي بينزلوها. فيا ريت، في اطفال بتتفرج، الاطفال دي في سن مراهقه. فيا ريت بعد اذنكم كل اللي بيتفرج، كل اللي عنده طفل معاه تليفون، انا عارفه ان السن ده الطفل مش بيستغنى عن التليفون. بيتفرج على اليوتيوب، على التيك توك. هو اليوتيوب اهو ما فيهوش مشاهدات مش كويسه، ما فيهوش اغنيه نازله مش كويسه، او بيخش يحمل اغنيه ما بتجيلوش بصوره مش كويسه، بالفاظ مش كويسه. يا ريت التيك توك يعمل كده برضو. وقبل ما اي حاجه تنزل يا ريت يخش يشوف الحاجه اللي هتنزل، المحتوى اللي هينزل، الفيديو اللي هينزل، هل ده قابل للاطفال تتفرج عليه ولا لا؟ هل قابل لواحده تخش تتفرج على فيديو تيك توك، قابل تتفرج عليه ولا لا؟ خشوا شوفوا يعني التيك توك قبل ما ينزل الفيديو. يا ريت تخشوا تشوفوه كمحتوى، يعني وكأسلوب وكصور بتنزل على التيك توك. ويا ريت كل واحدة معاها طفل تخلي بالها منه. احنا دلوقتي بقت عيالنا بتتعلم قلة الأدب من التليفون، من خلال التليفون، الألفاظ. كل واحدة معاها طفلين
بيبقى عايز يتقمص عليه الشخصيه اللي هو بيسمعها. الاغنيه، الالفاظ، التعابير، كل واحد بيبقى عايز يتقمص الشخصيه دي. كل واحد بيغني الاغنيه دي فعايز، وبيشوف في الطريقه وهم بيعملوها عايز يعمل زيه بالظبط. فيا ريت خلي بالنا من عيالنا، ونبص كل شويه على التليفونات بتاعتهم بيتفرجوا على ايه ما بيتفرجوش على ايه. ويا ريت التيك توك يعني يشوف الحاجات اللي بتنزل والالفاظ اللي بتنزل، الفاظ مش كويسه جدا. فخلي بالكم من اولادكم وربنا يخليه لكم. واستنوني في فيديو جديد بموضوع تاني جديد بفكره جديده. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات، لان انا امبارح حصل لي تبليغ عشان اسم قناه، عشان اسم الفيديو. فيا ريت تعملوا لي تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك ودوسوا على زر الجرس عشان توصلكوا كل جديد. ويا ريت تقولوا عايزين فكره ايه تاني او موضوع ايه تاني او انزل لكم ايه تاني، حابين ايه تاني انزله لكم وانا هنزله لكم. اشوفكم في فيديو جديد على خير.